الدولار الأمريكي يتراجع أمام الجنيه المصري ليصل إلى 48 جنيه و59 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا. النهاردة الخميس 31 يوليو 2025، وهنشوف مع بعض أحدث أسعار الدولار قدام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية. هل في تغيرات حصلت؟ هل الدولار طلع أو نزل؟ تابعوا معانا عشان نعرف كل التفاصيل من البنك المركزي والبنوك التالية. سجل الدولار استقرار نسبي قدام الجنيه المصري مع بداية التعاملات. في البنك المركزي المصري سعر الشراء 48 جنيه و59 قرش، سعر البيع 48 جنيه و72 قرش. أما في البنوك التالية، في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 48 جنيه و64 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و74 قرش. سجل الدولار في بنك مصر شراء 48 جنيه و64 قرش، بيع 48 جنيه و74 قرش. سجل الدولار في بنك القاهرة 48 جنيه و64 قرش للشراء، بيع 48 جنيه و74 قرش. في البنك التجاري الدولي سجل الدولار شراء 48 جنيه و64 قرش، بيع 48 جنيه و71 قرش. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 48 جنيه و64 قرش للشراء، بينما سجل الدولار بيع 48 جنيه و74 قرش. يعني بشكل عام الدولار مستقر في معظم بنوك مصر، ومفيش تغير كبير عن الأيام اللي فاتت. وبكده نكون خلصنا تقريرنا السريع على أسعار الدولار النهاردة. لو شايفين إن السعر ممكن يطلع أو ينزل قريب، اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.